السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم معنا في الفيديو هذا اللي غادي نشرحوا فيه الاخطاء اللي خصنا نتجنبوا باش ينجح لنا المشروع ديال الخبز البلدي. المشروع اللي كنهضروا عليه ديال الفران ديال الغاز اللي ظهر بزاف ديال المدن المغربيه. هاد الاخطاء الا تجنبتيهم ان شاء الله غادي ينجح لك المشروع ديالك، كون متاكد. الا تجنبتي هاد الاخطاء المشروع ان شاء الله واحد 80 ولا 90% غادي ينجح لك. وباش ينجح لك المشروع كيبقى داكشي على حساب لا كاباسيتي ديالك انت كيفاش دايره وانت كيفاش عامل في المشاريع. المهم انا غادي نعطيك هاد الاخطاء الا تجنبتيهم غادي يعاونوك باش تنجح في المشروع ديالك. من اهم الاخطاء اللي خصك تجنب ان يكون عندك راس المال قليل. حاول ما امكن يكون عندك واحد راس المال اللي تصرف به على المشروع ديالك واحد 3 شهور الاولى باش توقف المشروع ديالك ويمشي مزيان. راس المال غادي يعاونك في الديماراج ديالك، وغادي يعاونك انك تشد الديماراج ديالك يكون مزيان. الا ما ديماراش المشروع الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث ان شاء الله يكون جاب الله التيسير. وغالبا ان شاء الله المشروع هذا راه من النهار الاول النهار الثاني كيجيب الله فيه التيسير. كذلك انك من الاخطاء اللي خصك تجنب انك ما توقفش على المشروع ديالك بيدك. انا خويا كنقول لك خصك توقف على المشروع ديالك بيدك. حاول ما امكن تجنب هذا الخطا، انك تفتح المشروع وتعطي الناس اخرين يخدموا وانت ما تبقاش تجي تطلع عليه. حاول ما امكن انك تكون في المشروع ديالك خصوصا في البدايات ديالو 3 شهور الاولى او 6 شهور الاولى. حاول ما امكن انك تكون بشكل يومي في المحل ديالك. من الاخطاء اللي كتساهم في فشل هذا المشروع هذا هو الموقع ما تيكونش مزيان. كل ما كنتي في موقع ما مزيانش وما كاينش الناس حداك وما كاينش بنادم غادي يجي حداك، راه المشروع ما غادي ينجح لك اخويا. انا كنصحك انك خصك تكون في واحد الموقع يكون مزيان، ما كيهمش السومه الكرائيه ديالو، ولكن اللي كيهم هو انه واش كاين الباساجي دايزين حداك ولا ما كايناش. الموقع راه من اهم الاسباب ديال الفشل او نجاح هذا المشروع هذا. فلهذا خويا انا كنصحك انك خصك تدبر على واحد المحل يكون في موقع مزيان ويكون طالع في الثمن لا يهم، لحق السلعه غادي تبيعها. كل ما كان الموقع مزيان يكونوا الناس غادي جايين حداك في راس الحومه، في شي بارادا، في شي بلاصه قريبه للطاكسيات، شي محطه، شي سوق شعبي، راه غادي يجيب لك الله التيسير اخويا. فلهذا انا كنصحك بشد الموقع يكون مزيان. كذلك اخويا خصك تجنب الخطا حتى هو راه قاتل بزاف، عدم النظافه. المحل سرق الزيت راه كيبان فوق الفيترينا، الغبره، السلعه ما منيطوياش ما مرتباش، السيد اللي تيبيع لك ما نظيفش حوايجو مثلا، فهمت؟ حاول ما امكن انك اخويا تاسيستي بزاف على هذه العريضه اللي هي النظافه. حاول ما امكن يكون المحل نظيف، راه النظافه من اهم الاسباب نجاح او فشل هذا المشروع هذا. لهذا خويا الله يرضي عليك حاول ما امكن ان المحل والناس اللي خدامين فيه يكون كلشي نظيف. راه ما تما والو، 4 ساعات النظافه غتخليك تخدم النهار كامل اخويا. فلهذا انا كنصحك اخويا نظف ليا المحل ديالك مزيان باش الكليان ما يتشكاش. وكذلك من الاسباب ماشي مهمه بزاف ولكن حتى هي عندها واحد الدور كبير، وهي معامله الزبائن اخويا. حاول ما امكن انك الانسان تكون معامله. انا مثلا نقول لكش اعطي الناس بكريدي، لا ما تكريديش، ولكن حاول ان المعامله تكون مزيانه. بنادم موقف عليك عطيه السلعه ديالو كذا، الله يعاون، الله يجيب التيسير، الله راه المعامله عندها واحد الدور كبير باش الناس كل ما كانت المعامله معاهم مزيانه راه كيوليو بحال نقولوا ملي كنهضروا حنا على الخبز راه بحال بنادم لا بليبار د بنادم ولا في الاول تياكل الخبز من يدمو، فهمت؟ انت ملي كدير داك المشروع تكون المعامله زوينه كتحسس بنادم بالامان انك راه عندك سلعه زوينه. مثلا ما تشكرش بنادم تقول له انا عندي سلعه زوينه عندك كذا، خلي بنادم يتكلم عليك ماشي انت تتكلم على راسك. انت غير المعامله ديالك تكون مزيانه، هادشي اللي كنصحك به. وكذلك اخويا خصك تجنب واحد الخطا اللي هو عنده واحد الدور كبير حتى هو في نجاح المشروع او فشل هذا المشروع. حاول ما امكن انك تجنب الخطا انك تبقى تفتح فوقاش ما بغيتي وتسد فوقاش ما بغيتي.
اخويا راه الاستمراريه في فتح المحل ديالك عنده واحد الدور كبير في نجاح المشروع ديالك. لحقاش الانسان اللي كيكون كيشري هاد نقولوا حنا كيشري الخبز وكيبدا يشري من عندك كيكون دائما معول لك. انا مثلا نجي عندك مع 10 الليل كنلقى الخبز سنين نلقاها. مثلا مولف انت كتفتح من 9 ل 10 الليل او ل 11 ديال الليل، حاول ما امكن انك الوقيته هذه تكون فاتح فيها، وحاول ما امكن انك تكون دائما فاتح. لحقاش هاد الماده راها حساسه والكليان ديالها راه حساس. راه ما يمكنش نهار يشري من عندك ونهار يمشي يشري من عند واحد اخر. الكليان ملي تيولف يشري من عندك وتيولو كتعجبو مثلا السلعه ديالك كيبقى دائما يجي عندك. فلهذا داك الكليان اللي ولا دائما يجي عندك ما تخليهش يمشي لواحد اخر. اخويا حاول انك تفتح. انا ما تنقولكش الناس يخدموا على طول السيمانه، عطي الناس اللي خدامين معاك، عطي لكل واحد النهار ديالو في الراحه يديه ولكن دائما انت عندك الريزيرف. فهمت؟ دائما عندك واحد ريزيرف ولا مثلا اللي دائما كتغلق به، نقولوا كتغلق به التقابي. فهمت؟ مثلا عندك اللي كيخبز يخدم 6 ايام ديالو، نهار ديالو عطيه له راحه. لا بغى يخدم، بغى ياخذ الراحه ديالو داك النهار ياخذها. ولكن دائما انت عندك واحد الواحد اللي كيرومبلاسي لك الدراري اللي كيريحوا. هاد الشيء راه مهم بزاف اخويا. راه يجيب لك الله راه ماشي مهم، ولكن راه مهم باش ينجح لك هذا المشروع هذا اخويا. مهم بزاف اخويا اختي. فهمت؟ الا تجنبتي هاد السته ديال الاخطاء ان شاء الله ربي غادي يجيب لك الله التيسير. وفي الاخر اخويا الله يجيب لكم التيسير والله يسهل على الجميع. الى عجبكم الفيديو اخويا اخوتي بارطاجيوه مع الناس اللي كيهمهم هذا المشروع، وكذلك ما تنساونيش من الدعوات للوالده مريضه الله يشافيها ليا. الله يرحم والدين، دعوا لنا مع الوالده ديالنا الله يجعل ربي شافيها، والله يشافي جميع امهات المسلمين، والله يجيب التيسير والله يعاونكم. والسلام عليكم.